بيبدأ فيلمنا مع طفل من عيلة فقيرة اسمه ديكي، وبيكون رايح المدرسة والجزمة بتاعته بتكون مقطوعة، وده علشان أبوه مش معاه فلوس يجيب له جزمة جديدة. ولما بيروح المدرس بتاعه اللي اسمه كو بيفضل يزعق له، وكان بيبعد كل ما بيقرب منه. لما دخلوا الفصل كان المدرس ده بيسأل الطلاب عن طموحاتهم، ولما بيسأل ديكي بيقوله إنه عايز يبقى دكتور علشان يساعد الناس، ولكن الفصل كله بيضحك عليه. المدرس بتاعه بيقوله إنه هيبقى فاشل. بعدها القلم بتاع المدرس بيقع، لما ديكي بيجي علشان يجيبه المدرس بتاعه بيقول ابعد عن القلم وما تلمسوه، ولكنه بيمسكه فبيرميه من ايده وبيجيب منديل وبيشيله بيه. بعدها بيكون في واحد اسمه جاك بيلعب بالكلب الآلي بتاعه، ولما ديكي بيجي وبيبص على الكلب بيمشيه. لما بتيجي حصة الرياضة المدرس بيوقفه بعيد، وده علشان الجزمة بتاعته مقطوعة، وبيقول له انها هتوسخ أرضية الملعب. ولكن في بنت بتيجي وبتقف جنبه، وده علشان الطلاب بيتنمروا عليها لانها تخينة. بعدها بيكون والد ديكي في الشغل وبيكون تعبان، والمهندس بيفكر انه يطرده، ولما بيروح بيقول لديكي يذاكر لان ده املهم الوحيد في الحياة. تاني يوم بيكونوا بيتفرجوا على تلفزيون في مول، وده لان ما عندهمش تلفزيون في البيت. لما تي والد ديكي بيبص جنبه ما بيلاقيهوش، يدخل المول علشان يدور عليه، وبيلاقيه واقف جنب لعبه شبه اللي كانت مع زميله في المدرسه، وبيقول لابوه ان هو عايز يشتريها، ولكن ابوه بيقول له انها غاليه جدا وانه مش معاه حقها، لكنه بيفضل مصر انه يشتريها، وبيضربه ابوه علشان يسيبها. ده بيخليه يعيط ويطلع من المول، ولما ابوه بيطلع وراه بيلاقيه مع المدرسه بتاعته اللي بيكون اسمها بوين، واللي بتواسيه وبتقول له ما يعيطش. لما ابوه بيجي بيكون مش عايز يروح معاه، لكن بوين بتقول له ان هو لازم يروح مع ابوه. بعدها تي بيروح يدور في مكب النفايات على اي حاجه ياخدها، ومش بيلاحظ السفينه الفضائيه اللي واقفه لانه بيكون مشغول في التلفزيون اللي لقاه. بعدها السفينه بتمشي وبيلاقي مكانها كوره فبياخدها ويروح، ولما بيروح بيديها لديكي يلعب بيها، ولكن ديكي بيكون لسه زعلان منه فبيسيبها له في المطبخ وبيمشي. لما ابوه بيطلع ديكي بيروح وياخد الكوره، وتاني يوم بيفضل يتفشخر بها قدام صحابه، ولكن واحد منهم بيمسكه وبيضربه. ولما بيرجع ابوه بيحبسه في الخزانه، وبيلاقي ديكي ان الكوره نورت وطلع منها كائن صغير. ولما ابوه بيمشي بيفضل يلعب معاه وبيسميه سي جي 7. تاني يوم وهو رايح المدرسه بيلاقي كلب، بيكون خايف منه هيروح من شارع تاني، ولكن سي جي بيمسك الكلب ده وبيضربه. وبعدها بيكون في الامتحان وسي جي بيديله النضاره بتحل الاجابات لوحدها، وبيحصل على الدرجه النهائيه. بعدها بيروح حصه الرياضه وسي جي بيديله جزمه خارقه بتخليه يفوز في كل المسابقات، ولكن كو بيشك وبيجيب له الامن فبيهرب عن طريق الجزمه. ولكن بعد شويه بيصحى وبيتضح ان ده كله كان حلم، وان هو اصلا لسه في البيت وما راحش المدرسه. وبعدها بيلبس وبيروح المدرسه، ولما نفس الكلب قابله قال لسي جي يخلص على الكلب، ولكن الكلب هو اللي خلص على سي جي. ولما راح الامتحان برضه قال له اتصرف ونجحني، وفضل يضربه علشان يطلع له النضاره اللي كانت في الحلم، ولكن سي جي بيسيبه وبيجري. ولما بيخلص الامتحان بيطلع يدور عليه وبيعتذر له علشان يرجع له تاني، ولكن لما بيرجع له بيحطه في كيس وبيرميه في الزباله، وبيقول له ان هو ملوش اي 30 لازمه. لكن بيشعر ان هو كان قاسي معاه وبيرجع تاني علشان يجيبه، لكن لما بيرجع بيلاقي عربيه الزباله خدته وبيجري وراها ومش بيلحقها، وبيبقى زعلان جدا. لما بيروح البيت بيلاقي سي جي هناك، وابوه بيقول له ايه الكائن ده، ولما بيقول له عن انه هو لقاه في الكوره بيمسكه وبيضربه. بعدها بيكونوا نايمين والجو بيكون حر، فبيقوم سي جي ويصلح المروحه. وتاني يوم بيدي لابوه ورقه الامتحان وبيمشي، وبيروح المدرسه مع سي جي، ولكن لما زمايله بيشوفوه بيمسكوه وبيضربوه، وبيكونوا عايزين يخرموه علشان يشوفوا ايه ده، ولكن ديكي بيضرب واحد منهم، فبيجي زميلهم الضخم وبيكون هيضرب ديكي، لكن البنت الكبيره بتيجي وبتضربه، والمدرس كو بيشوف الحوار ده كله فبياخدهم وبيعاقبهم. بعدها جه سي جي وفضل يلعب مع ديكي، وبعدها بيطلب منه انه يبتسم ويطلع شرار فبيعمل كده، وكل اللي واقفين بيتفاجئوا بالمهارات بتاعته. ونرجع لتي اللي كان بيتفشخر بدرجات ابنه في الشغل، ولكن المهندس بيقول له ان هو اصلا جاب 0 وعدلها علشان تكون 100. ولما ابوه بيواجهه بالحوار ده بيقول له ان ده فعلا هو اللي حصل، فبيتضايق اخوه وبياخد منه سي جي وبيقول له ان البتاع ده هو اللي بوظك وخلاك تجيب 0 في الامتحان، وخده منه وراح حطه في شنطه. وتاني يوم ابوه بيروح المدرسه وبيقابل بوين وبتقول له انها هتتصرف وتخليه يعيد الامتحان تاني. ولما بيروح شغله المدير بيديله علاوه وبيعتذر انه اتريق على درجات ابنه. وديكي كان بيعيد الامتحان تاني، كان في الشغل وقعت انبوبه من المبنى اللي هو كان شغال فيه، وده السبب ان الحبال تلف على رجله وتوقعه هو كمان. وبوين بتروح لديكي وبتقول له ان ابوه عمل حادثه بعد ما نجح في الامتحان، وبتروح معاه البيت وبتقول له هناك ان ابوه مات، وده بسبب الحادث اللي هو اتعرض له النهارده. فبيفضل يعيط وبيطردها. بعدها بيخرج سي جي من الشنطه وبيروح لتي وبيقرر انه يعالجه، وده بيسبب ان هو يفقد كل الطاقه اللي عنده. وتاني يوم لما بيصحى ديكي بيلاقي ان ابوه جنبه، وبيفضل يبص وهو مستغرب انه ما ماتش وبيكون فرحان، ولكن بعدها بيسمعوا صوته بيكون سي جي بيموت وبيتحول لدميه
الكيمياء علشان ديكي يفتكره بعد كده، وحاول ديكي انه يصلحه بكافة الطرق، زي انه يركب له محاليل او يوصله بالكهرباء، ولكن كل الطرق ما نفعتش انها تصحيه تاني. كان كل يوم يعد لحد 3 ويبص له على اساس ان هو هيصحى بعدها. ولكن في يوم من الايام بيلاقي مركبة فضائية وبيلاقي فيها كائنات كتير عاملة زي سي جي، واللي بتيجي لما تعرف انه مات علشان تعالجه. وبس، والفيلم بيخلص على كده. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، واشتراك في القناة، وفعل جرس الاشعارات.